بيقولوا إن السرقة فن، بس اللي حصل في أنتويرب في بلجيكا كان سحر. احنا مش بنتكلم عن حرامية شنط، احنا بنتكلم عن عصابة دخلت أخطر خزنة في الكوكب. خزنة متأمنة ب10 طبقات حماية مستحيلة، ليزر، مجالات مغناطيسية، مستشعرات حرارة، وبالرغم من كل ده خرجوا ب100 مليون دولار ألماس، والشرطة ما عرفتش إنهم اتسرقوا إلا بعد يومين. فتح لي ودنك هنا بقى، انت قدام أذكى عملية اختراق في التاريخ. النهارده هحكي لك ازاي سبراي شعر وشوية لزق قدروا يهزموا تكنولوجيا العالم كله. أنا محمد سعيد ودي حكاية سرقة القرن. بلجيكا هي عاصمة الألماس في العالم، ومركز أنتويرب هو البنك اللي فيه خلاصة الثروة دي. المكان ده بيدخله ألماس خام بمليارات الدولارات يوميا. في سنة 2000 ظهر راجل إيطالي اسمه ليوناردو ما كانش حرامي عادي، ده كان فنان. أجر مكتب جوه مركز الألماس نفسه لمدة 3 سنين، كان بيلبس أغلى البدل وبيتعامل كأنه تاجر ألماس عالمي. تخيل الراجل ده قعد 3 سنين بيفطر ويشرب قهوة مع الموظفين والحراس، وهو في الحقيقة كان جاسوس أو حرامي بيصور كل شبر في المكان بكاميرا خفية في قلم أو ساعة إيده. ليوناردو ما كانش شغال لوحده، ده جاب معاه فرقة من إيطاليا ما تتسماش عصابة. دول يتسموا أساتذة جامعة، سموا نفسهم مدرسة تورين. كل واحد فيهم كان عبقري في حتة. واحد خبير إقفال مفيش باب بيعصى عليه، تاني عبقري إلكترونيات وأجهزة إنذار بيسموه العبقري، والتالت مسمينه ملك المفاتيح. المتعة هنا بقى إنهم ما قعدوش يخططوا في أوضة ضلمة يومين تلاتة زي الأفلام، لأ دول قعدوا سنين صوروا كل سنتي في مركز أنتويرب بالكاميرات الخفية بتاعتهم، وخدوا المقاسات بالملي لدرجة إنهم بنوا نسخة طبق الأصل من الخزنة دي في حتة مهجورة في إيطاليا عشان يتدربوا على اختراقها وهم مغمضين عينيهم. انت شايف الليفل اللي احنا فيه؟ الخطة كانت واضحة، هندخل هنفضي الخزن ونخرج من غير ما عسكري واحد يحس بينا. بس كان في عقبة صغيرة، والعقبة دي هي الخزنة التي لا تقهر. الخزنة دي كانت تحت الأرض بدورين، وعشان تدخلها لازم تعدي من 10 طبقات حماية مفيش بني آدم يقدر يكسرهم. ركز معايا كده، أول حاجة باب حديد وزنه 3 طن متأمن بقفل إلكتروني في 100 مليون احتمال. ده مبدئيا عديت من الباب مبروك، بس انت كده دخلت الجحيم. جوه في مستشعرات حراره بتلقط حراره جسمك لو اتنفست بس مش يتحرك، مستشعرات حركه ورادارات ومجالات مغناطيسيه على الحيطان. حتى لو قررت تشغل دماغك وتحفر نفق من تحت الارض وتدخل من الارض، في مستشعرات زلازل هتلقط اي دبدبه وترن الانذار في ثانيه. المكان ده كان متصمم عشان يخلي اي حرامي يسلم نفسه من قبل حتى ما يفكر يدخل. يوم 15 فبراير 2003 ليلة الفالنتاين، الشوارع فاضية والمركز مقفول في أجازة الويك إند، العصابة دخلت ونزلوا لحد الباب ال3 طن. هنا بقى بدأ السحر الإيطالي. تفتكروا جابوا متفجرات أو صواريخ تقطيع؟ لا، ركز في العظمة دي. ليوناردو كان مصور كل حركة لحراس الأمن بالكاميرات بتاعته اللي كانت مستخبية في قلمه أو في الساعة بتاعته، وقدر ينسخ المفتاح الأصلي للخزنة المزدوجة. تخيل. طب والمجال المغناطيسي اللي على الباب هنعمل فيه ايه؟ سهله، الخبير بتاعهم جاب حته الومنيوم متفصله مخصوص على مقاس المستشعر ده ولزقها على المغناطيس عشان يفضل حاسس ان هو شغال حتى والباب بيتفتح. الباب اتفتح بس لسه مستشعرات الحراره والليزر جوه. والعصابه عملت ايه؟ جابوا علبه سبراي شعر عاديه جدا موجوده في اي بيت ورشوها على مستشعر الحراره. السبراي عمل طبقه عزل مؤقته منعت السنسور يحس بالحراره، وفي الوقت ده منعت السنسور يحس بحراره اجسامهم لمده 3 دقائق. وفي ال3 دقائق دول غطوا السنسور بعلبه فوم، ايوه هي بتاعت الاكل. وعشان الليزر استخدموا شريط لحام اسود عادي جدا شكرتون. كسروا 123 خزنه من اصل 160 وعبوها في شنط وزنها كان تقيل جدا لدرجه انهم ما قدروش يشيلوا الباقي منها، وطلعوا ب100 مليون دولار الماس وكاش، وخرجوا من المركز من غير ما يضربوا طلقه واحده او انذار واحد يصفر. الجريمه تبان كامله صح؟ انت متخيل كده دلوقتي العصابه هربت ووصلوا الطريق السريع بره المدينه كلها، وكان معاهم اكياس زباله فيها شرايط الفيديو اللي صوروها وورق التخطيط وبقايا اكلهم. ليوناردو قال لواحد من العصابه كان مسميه سبيدي احرق الاكياس دي فورا، بس سبيدي كان متوتر ومرعوب. بدل ما يحرق الاكياس رماها في غابه قريبه من الطريق السريع وهرب. تاني يوم الصبح فلاح بلجيكي عجوز كان بيتمشى في ارضه لقى الاكياس دي مرميه. الفلاح كان متضايق من الناس اللي بترمي زباله في ارضه، وده كان حاجه عاديه جدا انه يلاقيها كل يوم ان في شنط زباله في ارضه. فبلغ الشرطه والبوليس جه وبيفتح الاكياس ولقوا كنز، لقوا ورق عليه ختم مركز الالماس في انتويرب، ولقوا فواتير اكل وسجلات كاميرات المراقبه، والاغبى من كده لقوا نص سندوتش سلامي عليه الدي ان ايه بتاع العبقري ليوناردو بذات نفسه، وكمان فاتوره كانت طالعه باسمه من سوبر ماركت جنب مركز انتويرب للالماس. والشرطه جابتهم واحد ورا التاني بسبب سندوتش. البوليس البلجيكي لما فتح اكياس الزباله ما كانش مصدق عينه، وسط الورق المفروم لقوا فاتوره من سوبر ماركت قريب من مركز الالماس. الفاتوره دي كانت الخيط الاول. البوليس راح السوبر ماركت وفرغ كاميرات المراقبه في نفس وقت وتاريخ الفاتوره. تخيلوا لقوا مين بيشتري سندوتش السلامي اللي ما كملوش ورماه في الزباله، العبقري بتاعنا ليوناردو، اذكى عقل مدبر في العالم جابوه بسبب فاتوره سوبر ماركت. البوليس
عرف عنوان شقة ليوناردو في أنتويرب وراح كسروا الباب. ليوناردو كان هرب بس ساب وراه كنز للتحقيقات، لقوا شرايح تليفونات متكسرة وورق فيه أرقام إيطالية. هنا بقى المخابرات البلجيكية والإيطالية اشتغلوا مع بعض وجابوا سجلات المكالمات من شركات الاتصالات وأبراج المراقبة وقت السرقة. لقوا إن في أرقام إيطالية معينة كانت بتكلم بعض طول الليل في محيط الخزنة. الأرقام دي وصلتهم لباقي العصابة. جابوا زبيدي اللي رمى الزبالة، وجابوا ملك المفاتيح، وجابوا خبير الإلكترونيات. العصابة اللي قعدت 3 سنين تخطط ازاي تهزم الليزر ومستشعرات الحرارة نسوا يخططوا ازاي يتخلصوا من زبالتهم ومكالماتهم. الجملة الشهيرة اللي بتقول مفيش جريمة كاملة، وفي حالة مدرسة تورين الجريمة باظت من أتفه تفصيلة. ليوناردو اتقبض عليه واتحكم عليه ب10 سنين سجن، بس المفاجأة الشرطة ما لقتش ألماسة واحدة من ال100 مليون دولار قيمة الألماس. ولما سألوه في التحقيقات الألماس فين، ضحك وقال لهم احنا اتنصب علينا، الخزن كان معظمها فاضي، والسرقة دي متدبرة من تجار الألماس نفسهم عشان يقبضوا التأمين. هو كلامه كان صح، واليهود تجار الألماس استغلوهم وضربوا عصفورين بحجر واحد، ولا هو خبى الألماس لحد ما خرج من السجن؟ لغز ألماس أنتويرب لسه مدفون. انتوا بقى ايه رأيكم؟ الجريمة دي تستاهل لقب سرقة القرن؟ استنى لكم في الكومنتات. انا محمد سعيد، ودي كانت حكاية العبقري اللي وقعه سندوتش سلامي. سلام.